جامع الخيرات منبع البركات عبرة وعظات في حمى الإسلام. الآن ننتقل للكلام عما يثبت الخيار لأحد الزوجين في فسخ النكاح، عن العيوب التي إذا كانت في الزوج يجوز للزوجة فسخ النكاح، وإذا كانت في الزوجة يجوز للزوج فسخ النكاح بسببها. هلأ لما نقول الزوجة لها خيار الفسخ مفهوم، لأن الطلاق ليس بيدها، لكن لما نقول الزوج له خيار الفسخ، لماذا نقول ذلك وهو يستطيع أن يطلقها؟ شو الفرق؟ ليش منقول له خيار الفسخ؟ لأنه إذا فسخ عند ذلك لا يعد هذا طلقة، ولا يترتب عليه أمور تترتب على الطلاق. بعض الأمور التي تترتب على الفسخ لا تترتب على الطلاق. لذلك هذا فائدة الفسخ بالنسبة للزوج. هنا نعطي مثال: إذا طلق زوجته قبل الدخول بها ماذا يلزمه؟ عليه نصف المهر، ثبت لها نصف المهر. أما في هذه الحال إن فسخ بالعيب قبل الدخول بها لم يلزمه شيء. الخيار يثبت في النكاح للزوجين كليهما أو لأحدهما دون الآخر على تفصيل سنذكره ب7 عيوب: 3 مشتركة بين الرجل والمرأة، وهي يعني تحصل في الرجل كما تحصل في المرأة، وهي الجنون والجذام والبرص. فإذا كان أي من هذه الثلاثة في أي منهما ثبت للآخر الخيار. 2 يختصان بالزوجة، وهما الرتق والقرن، فإن كانا فيها جاز للزوج أن يفسخ. وعيبان يختصان بالزوج، وهما أن يكون مجبوبا الجب والعنة، أو يكون عنينا، فإذا كان فيه أي من هذين جاز للزوجة أن تفسخ النكاح. فترد الزوجة ب1 من 5 عيوب، يعني يثبت بكل واحد من ال5 الخيار للزوج بفسخ نكاحها. الأول الجنون، معروف الجنون، ما هيك؟ مرض يزيل العقل من القلب، ويبقى في الشخص في البدن مع بقاء قوة الحركة في البدن، وسواء كان هذا الجنون مستمرا أم متقطعا فللزوج عند ذلك أن يفسخ النكاح. أما الإغماء فلا يلحق بالجنون، ليس مثله، سواء كان الإغماء بسبب مرض أو غير ذلك. وثاني ال5 الجذام، والجذام علة يحمر منها العضو أولا، تصيب الإنسان فيحمر عضوه أولا، ثم بعد ذلك يسود، ثم بعد ذلك يتشقق مع اتصاله بالبدن، ثم يقع يتناثر. علة شديدة، مرض شديد. في البلاد المعتدلة لا يعرف هذا المرض، إنما هو يغلب في البلاد الحارة وجوده. فإذا أصيبت الزوجة بهذا المرض ولو لم يستحكم، إن كان فيها المرض لو لم يقوى، لو لم يستحكم المرض لكن هو فيها، فللزوج خيار الفسخ عند ذلك. وثالث العيوب البرص، وهو بياض في الجلد، ليس أي بياض، البرص غير البهق، البهق لا يدخله، إنما المعني هنا البرص، هذا المرض المستبشع، البياض المستبشع الذي يذهب الدم من الجلد وما تحته من اللحم. هذا إذا أصيبت به الزوجة فللزوج الخيار. البهق لا يذهب الدم من الجلد. الرابع من العيوب الرتق، وهو انسداد محل الجماع
باللحم، ولو كان هناك ثقبة صغيرة يخرج منها البول، لكن انسداد محل الجماع باللحم هذا هو الرتق. لو بقي شيء يشبه إحليل الرجل يخرج منه البول، هذا يقال له رتق. هذا عيب إذا كان في المرأة فلزوجها الرد، ولا تجبر المرأة على شق ذلك الموضع، لا تجبر، لكن إن شقته فأمكن الجماع عندئذ زال الخيار، لأنه هو خياره لأجل إيش؟ لتعذر الجماع، فإذا شقته فأمكن الجماع زال خياره، لكنها لا تجبر على ذلك. العيب الخامس هو القرن، وهو انسداد محل الجماع بعظم. يعني الفرق بينه وبين الرتق أن الرتق انسداده بلحم، والقرن هو انسداده بعظم. فإن كان هذا العيب في الزوجة فللزوج خيار الفسخ. أما ما سوى هذه العيوب الخمسة فليس له خيار الفسخ بها، يعني ليس له خيار الفسخ بالاستحاضة مثلا، ولا له خيار الفسخ بقوة رائحة الفم أو بقوة رائحة الإبط أو ما شابه ذلك. أما الرجل فيرد بخمسة عيوب، ثلاثة تقدم ذكرها: الجنون والجذام والبرص. فيثبت للمرأة الخيار لو كانت هي مصابة بنفس علته، يثبت لها الخيار، وهو كذلك بالنسبة لها. والرابع من العيوب الجب، ومعناه أن يكون كل الذكر مقطوعا، أو ليس الكل لكن الباقي منه دون الحشفة، فإن وجد ذلك في الزوج ثبت لها خيار الرد. بخلاف الخصاء فلا يثبت به خيار الرد لو كان مخصيا، لأنه يقدر على الجماع. والخامس وجود العنة، ومعناه عجز الزوج عن الوطء في القبل، فإذا وجد ذلك في الرجل وادعت به الزوجة عند القاضي فضرب له سنة ومضت مع عجزه عن الجماع، ثبت لها خيار الفسخ. وذلك لأن تعذر الجماع قد يكون لعلة عارضة فيعطى مهلة سنة ليتداوى، أو قد يكون لعارض له علاقة بالفصل بالمزاج، قد لا يستطيع في الصيف ويستطيع في الشتاء، أو بالعكس، وتبتدئ المدة من حين ضرب القاضي لها مدة السنة. فأما إن جامعها مرة ثم عجز فلا يثبت لها خيار الفسخ. جامع الخيرات منبع البركات، عبرة وعظات في حمى الإسلام.